اشتغل في العتبة شيال وسافر هولندا، وهناك مسح السلالم وغسل الأطباق، ودلوقتي بقى واحد من أشهر نجوم اليوتيوب والسوشيال ميديا وبيكسب فلوس حلوة من اليوتيوب. أسرار في حياة التيك توكر مصطفى البنا. النهاردة هنحكي لكم حكاية واحد من أشهر نجوم اليوتيوب والسوشيال ميديا، وهو مصطفى البنا، اللي قدر ينجح في تقديم محتوى كروي وكوميدي خطف بيه قلوب كتير من المصريين، وفي سن صغير قابل عدد كبير من نجوم كرة القدم زي ميسي وزيدان وصامويل إيتو. بس اللي حصل للبنا قبل ما يدخل عالم صناعة المحتوى ما كانش حد يتخيله. حكى قصة حياته في برنامج جول كاسيت، وإزاي قدر يتحول من شخص عادي لأشهر مقدم محتوى على منصات التواصل الاجتماعي. مصطفى قال انه سافر هولندا من وهو عنده 19 سنة بعد ما الدنيا كانت مخبطة معاه شويتين. قبلها كان بيدرس في مصر نظم ومعلومات، وكان بيعشق التمثيل ونفسه يلاقي فرصة. ده حتى كان بيمثل من وهو عنده 10 سنين في قصور الثقافة، وكان بيشتغل في العتبة. بالصدفة خاله اللي عايش في هولندا كان عايز يقضي مصلحة في مصر، ومصطفى خلصها ليه. ولما خاله حب يرد الجميل لمصطفى قال له شوف لي اي طريقة اسافر بيها، وفعلا ساعده يقدم علشان يدرس في جامعة هولندية. وسافر فعلا. لما راح هناك اتصدم لما عرف مصاريف الدراسة، وده لأنه كان مطلوب منه 10,000 يورو في السنة. بس مصطفى ما استسلمش وبدأ يتعلم اللغة الهولندية، وطبعا كان لازم يشتغل، علشان كده خد هولندا كعب داير واشتغل في مطاعم كتيرة، منهم مطعم بيتزا فضل فيه 6 سنين. وخلال إقامته في هولندا داق المر وشاف المرمطة اللي بجد، وبقى يمسح أرضيات ويغسل صحون، واشتغل مساعد طباخ لحد ما ربنا كرمه وبقى طباخ بعد كده. ولما كان بيحب يرفه عن نفسه يروح يلعب كورة، بس من الماتشات رجله تتكسر ويقعد في البيت 6 شهور. لا عرف يشتغل علشان يجيب مصاريف ولا باقي حاجة يعملها. وفي اللحظة دي بقى خد القرار اللي هيغير حياته كلها. بدأ يعمل فيديوهات على مواقع التواصل علشان يسلي وقته، وما كانش متخيل ان في يوم من الايام هيبقى واحد من اهم الشخصيات على السوشيال ميديا وكمان ترند اليوتيوب. بس مصطفى البنا من اول ظهور ليه بانت الكاريزما بتاعته، وعشان دمه الخفيف قدر انه يقرب من الناس بسرعة، وبقى عنده متابعين بالملايين، خصوصا انه ظهر بدور الفلاح وظبط الدور على الاخر. كان بيلبس جلابية وبيتكلم بطريقة خلت الناس كلها تبصم بالعشرة انه فلاح ابا عن جد، مش واحد عايش في هولندا. ولما الحكاية مشيت معاه واتعرف عمل كم اعلان على النت. بس النقلة الحقيقية بقى لما مستشار هيئة الترفيه تركي آل الشيخ كلمه. المستشار تركي آل الشيخ سبب كبير في نجاحه، وده اللي قاله مصطفى في تصريحات لمصراوي، خصوصا لما كان في هولندا في 2019. تركي الشيخ كلمه، وكان وقتها بيجمع كل اللي شغالين في السوشيال ميديا واداله مساحة وخلاه يحضر فعاليات الرياض. ودلوقتي البنا بيقدم محتوى كروي بس بشكل كوميدي، وبيقابل أشهر نجوم الكرة في العالم وبيعمل معاهم لقاءات، وعنده متابعين على صفحته بالملايين، وبيكسب من شغله فلوس حلوة جدا. قول لنا بقى رأيك في مصطفى البنا، وهل شفت له فيديوهات قبل كده؟